خير اليوم مع البوس وصقر. يا مرحبا فيكم ومرحبا بالجميع في دوحة الجميع. الله أكبر. السلام. وصقر سمعت عندك سيجار يا أخوي بالذهب، صحيح الكلام؟ اي نعم صحيح، عيار 24. طلبت منك وصقر نشوف هذا السيجار عشان بس تشوفون المتابعين. نعم ان شاء الله الحين خلال ثواني. اخيرا الظاهر ان شاء الله وصل السيجار. والله وصل البوكس، هذا هو البوكس ما شاء الله. وانا اول مره في حياتي اشوف هذا السيجار وتتمتعوا. نشوف هذا البوكس. هذا البوكس الان بنفتحه. هذا فتحناه الان. شوف العلامه فوق يقول لك 24. هذه العلامه تدل ان 24 قيراط جولد. تحت ولا اللي فوق؟ اللي تحت 24 قيراط. وهذه العلم مكتوب عليها 24 قيراط ذهب. اول مره اشوف في العالم سيجار من الذهب، وهذا خاص بمحمد صقر. الان نفتح العلبه. هذه العلبه وهذا السيجار ما شاء الله امامكم. خلينا نطلع من العلبه. هذا الان طلعناه، مثل ما تشوفون السيجار 24 قيراط جولد. تهنيت يا ابو صقر. صقر ممكن تفهمني هل الذهب يحترق الحين هذا؟ نعم يحترق ويعطيك نكهه خاصه بالذهب. يا ذهب. الله. انا اسميها بطره ولا فسق يا ابو صقر؟ شو الاحساس راح يكون يعني؟ الاحساس بيكون ان انت تنظر للذهب كانه ذهب. يا سلام يا ابو صقر. شلون يعني تشوف الذهب كانه ذهب؟ يعني فهمني. لان انت قاعد تذوق ذهب، شيء غريب غير عن الناس. ايه. تقول تستاهل يا ابو صقر، والذهب للذهب. ما قصرت، وهذه معلومه للناس عشان يعرفون ان ممكن من داخل سيجار هو سيجار. بس سؤال واحد، ايش كثر الكميه اللي عندك الحين؟ والله عندي 5 حبات ايه. موجوده، وكل حبه قيمتها 5000 ريال. يس. شيء ابو صقر تبي تقوله خلاص بنسكر. والله يعني لما تحس ان الدنيا ضاقت عليك فتدخن وحده ب 5000 ريال. يا سلام. زين. شكرا على هالحوار اخوي ابو صقر، والله ان شاء الله. ابي اضيف اضافه. اخر شيء، هلا باللي تحبهم، لانهم مثل السيجار غاليين.